يلعبها لميريلي اسلام. ميريلي اللي غشع حسام، الكره ملعوبه، يا سلام، هاي كره هاي صعبه، هاي خطيره، واول هدف في المباراه لمصلحه عناصر اتحاد العاصمه بعد لعبه متميزه. وجدت بنزازة، لم يتسامح، لم يتهاون، وضع الكره في الشباك واعلن عن اول اهداف في هذه المباراه عند حدود الدقيقه 19. ترك دفاع لونتونت يتساءل وير از ذا بول. الكره في الجول، في الجول، في الجول، في الجول، في الجول لمصلحة الإيتي بعد هفوة، بعد لعبة، بعد كرة وصلت لبنزازة داخل منطقة الجزاء. لم يتسامح ولم يتهاون، جاء في الموعد ووضع الكرة في الشباك من أمام سعد زكريا. أول أهداف هذه المباراة لمصلحة عناصر اتحاد العاصمة عن طريق بنزازة. السؤال الذي سيطرح الآن مشاهدينا الكرام، هل سيعود السيد غربال إلى تقنية الفار أم سيكون الهدف صحيح أم سنشاهد ردة الفعل الوفاق أم سيكون الاتحاد رأيا آخر؟ هدف للصفر لاتحاد العاصمة عن طريق بنزازة عند حدود الدقيقة 19. أول كورة وأول فرصة وأول ومضة، أول جول لمصلحة اتحاد العاصمة. نعم، في انتظار. أذكر فقط مشاهدينا الكرام أن هنالك تقنية الفار فوق أرضية الميدان، هنالك ثم كاميرات وكاميرا التلفزيون لا شأن على هذه الكرة من حسام الدين غشة. حسام من أمام عثمان، حسام وعثمان، عثمان وحسام، الأرضية داخل منطقة الجزاء. حسام وعثمان وغش التفزيع ودراوي بالراس يسجل ثاني اهداف هذه المباراة بعد مرور دقيقة واحدة بعد ما انفعل بنزازة. ها هو الدراوي براسية يتعملق، براسية يهز شباك لونتونت ويعلن عن الهدف الثاني لمصلحة الإيتي. يا سلام على حسام، ويا سلام على التوزيع من حسام، ويا سلام على الراسية من الدراوي. ترك الجميع يتساءل وش هذا جول، هذا جول، هذا جول ثاني لمصلحة عناصر اتحاد العاصمة. هدفان للصفر لمصلحة الاتحاد في ظرف دقيقتين. فعل بنزازة، ها هو زكريا دراوي يضيف الهدف الثاني. وتساؤلات على دفاع فريق لونتونت، ماذا حدث، ماذا كان هنالك؟ هدفان للصفر.